أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن حاجة خاصة بموضوع المطاعم والفنادق. مين بيحدد إزاي الجست بيحدد، أو مين بيحدد اتجاه الجست إنه يجي لك مطعمك؟ زمان كان يقول لك شكل المطعم من بره، الشارع، الباركنج، كذا. لا، دلوقتي الموضوع اختلف. بقى أول حاجة بياخد قراره بناء على حاجتين اتنين: المنيو بتاعك بتقدم اللي هو عايزه، لو بيدور على كونسبت اللي هو عايزه، مثلا مشويات انت بتقدم مشويات، فرايد تشيكن وانت بتقدم فرايد تشيكن، دي حاجه بتحدد اختياراته. تاني حاجه عشان يقرر انه يجي لك، بيبدا يدخل بقى على السوشيال ميديا. دلوقتي يدخل على تويتر، على الواتساب، شوف الريفيوهات اللي معموله عنك، الكومبلينز، الدنيا الناس رايها فيك ايه، كم حد بيدخل لك، كم ريفيو معمول عنك، وهكذا. التيك توك فيديوهاتك ماشيه ازاي، هل المنيو بتاعك بتصور، هل بتصور حاجاتك. ده كله بيحدد قرار العميل انه يجي يزورك او لا. دي اول حاجه. طيب قرر انه يجي لك، بدا يدخل المكان بتاعك من بره، بيبدا يبص على المكان من بره، الاكسترنال اريا زي ما بنسميها. الاكسترنال اريا بتاعتك اللاندسكيب، المزروعات اللي عندك اللي بره، النور، الرصيف، الباركن بتاعك. هل في باركن كويس؟ ممكن يبقى انت مطعم كويس واكلك كويس بس الباركن بتاعك صغير او مش متاح كويس، او يبقى في نوع من الخطوره ان هو يركن عندك في منطقه زحمه وما الى ذلك. يعني ده لازم تخلي بالك الباركن بتاعك يكون كويس ونظيف ومرتب ومنظم. ويا سلام لو في حد بقى بياخد باله منه، يعني عندك فاليد مثلا واخد باله من الحاجات دي او بيركز فيها او كده، ده كله مهم جدا. دخل المكان بتاعك، يبدا يحكم بقى على التعامل بتاع الناس معاه. الانترانس بتاعك، المدخل، هل في حد بيعمل له ريسبشن، هل حد بيقابله، هل المكان زحمه، حد بينظم دخول الناس اثناء الزحمه دي. كل دي عوامل بتقرر، بتخليه يقرر ان هو المكان ده كويس او مش كويس، يبدا يحكم عليه يس اور نو. دخل جوه، يدخل على الكاشير، ياخد اوردر اللي هو مطعم تيك اواي. الكاشير يكلمه بابتسامه، قبله ابتسامه لطيفه. 7 خطوات اللي احنا قلنا عليهم قبل كده وشرحناهم، هل بيتم تطبيقهم ولا لا؟ ده برضه حاجه مهمه جدا بالنسبه له. خد الاوردر، وقت انتظاره، الكوكينج تايم بتاعه قد ايه، حد بلغه، قعد ياكل او خرج او وات ايفر. لو بياخد اوردر فاست كاجوال او كاجوال دايننج ولا فاين دايننج، الويتر عامله ازاي، المكان عامل ازاي. يبدا يبص على الجو العام كمان اللي بيسموه الاتموسفير او الامبيانس. هل الاضاءه كويسه، المزروعات اللي جوه، الفازات، الزرع، الحاجات دي، التكييف، الصوت، هل في صوت، في دوشه. يبدا يتفرج على فريق العمل زي ما قلنا قبل كده، واتشنج ذا كوين اكشن، يشوف الناس بيعاملوا بعض ازاي، بيتكلموا مع بعض ازاي، حد صوته عالي، حد من الاداره صوته عالي، حد بيعمل حد في هورس بلاينج مثلا لهزار بقى وبتاع، لا طبعا ده مش مطلوب. ده بيخلي كل الحاجات دي بيجمعها، وبيبدا يقيم التجربه بتاعته اللي جالك فيها. اخد اكل كويس، الكيو اس سي اللي عليها زمان، او كيو سي اتش، اللي هو كواليتي، اكل كويس، سيرفيس كويس، كليننس، نظافه كويسه، اتش اللي هي هوسبيتاليتي، واضافوا بقى على حاجات سموها روك، سموها تشامبس، سموها كذا. بس في النهايه اللي هو عايزه الان مقابله كويسه، سعر كويس، جوده كويسه، خدمه كويسه. دي كلها محددات بتقرر انه هيرجع تاني ولا مش هيرجع تاني. زي ما كانوا بيقولوا لنا كده زمان، بيعلمونا It's not important who's coming in, it's most important who's coming back. مش مهم مين اللي دخلك، بس مهم مين اللي هيرجع لك. هيكرر التجربه ولا تبقى تجربه وخلصت. تمام؟ لو في حد عنده اسئله بهذا الصدد يتواصل معايا لو سمحتم. وما تنسوش تعملوا لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وشير. واهلا بكم، مع السلامه.